الو. ايوه يا دكتوره، ممكن تبعتي لي علبه لبن صناعي؟ نوع ايه؟ لا اي نوع. رقم؟ لا مش عارفه رقم كام بصراحه، اي رقم؟ الدكتور قال لي ايه؟ لا هو انا ما روحتش للدكتور اصلا. انا بكلمك علشان خاطر الواد بيعيط كتير، وانا حاسه ان اللبن الطبيعي كده مش مكفيه. لا ما ينفعش خالص. انا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصيه كأم في عرفتي تربي. النهارده هحكي لكم عن تجربتي مع اللبن الصناعي او الفورمولا. بعد الولاده كنت برضع طبيعي الحمد لله، وكان وزن ابني بيزيد وكل حاجه تمام، لكن المشكله انه ما كانش بينام كويس خالص، وكان بيحتاج يرضع طبيعي على فترات متقاربه، فكنت حرفيا مش بنام وما كنتش بعمل اي حاجه في الحياه غير الرضاعه. وطبعا كان لازم اروح للدكتور بتاع ابني علشان خاطر اطمن، والدكتور اقترح عليا ان انا ادخل لبن صناعي مع الطبيعي. وطبعا هو الدكتور اللي بيحدد نوع اللبن المناسب للبيبي وكمان الرقم بتاعه على حسب عمره. أنا الدكتور بتاعي اختار لبنان من نسلة، وفضلت استخدم لبنان 1 و2 و3، وبجد كان كويس جدا وفرق مع ابني. وافتكري دايما ان الدكتور هو اللي بيختار نوع اللبن وفقا لاحتياجات طفلك، وان انت تدخلي لبن صناعي مع طبيعي مش عيب، ولا معناه ان انت مقصره لا سمح الله. الفايده كده كده الطفل بياخدها من اللبن الطبيعي ومن الرضاعه، ما تقلقيش. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس بترضعوا طبيعي ولا صناعي ولا الاتنين مع بعض، ويا ترى لو كان ليكوا تجارب مع اللبن الصناعي ايه هي، وايه الانواع اللي انتوا استخدمتوها.